ست فلاحة بسيطة عايشة مع بناتها التلاتة في بيتهم المتواضع في واحدة من حياتهم كانت هادية وبسيطة مليانة حب وحنان بين الأم وبناتها، خاصة البنت الكبيرة اللي كانت على وشك الجواز. الخطيب كان شاب من نفس القرية، شكله محترم وابن ناس وكل حاجة كانت ماشية تمام، لكن الدنيا ساعات بتخبي حاجات محدش يتوقعها. الفرحة كانت كبيرة في البيت، التجهيزات للخطوبة كانت ماشية والناس بتبارك ليهم. الأم كانت فرحانة إن هي هتشوف بنتها الكبيرة عروسة، لكن مع الوقت بدأت تظهر مواقف غريبة من الخطيب ومشاكل صغيرة محدش كان يتوقع إن هي هتكبر. العروسة والبنت الأصغر لاحظوا إن في حاجة مش تمام بين أختهم الوسطانية وخطيب أختهم، بس كانوا مترددين يتكلموا مع أمهم. حابب تعرف قصة مشيرة وفوزية والضربة لما بتيجي من أقرب الناس بتوجع قوي؟ خليك معانا في القصة الكاملة. سنة 2017 في قرية من قرى محافظة سوهاج كانت ليلة الفرح اللي كانت كل الناس مستنياه. الجو كان مليان فرحة وسعادة، الزينة في كل مكان، الأغاني شغالة والناس جايين يباركوا للعريس والعروسة. محمود العريس كان واقف مستني بفارغ الصبر، وكل الناس بتبص على الباب في انتظار العروسة وهي داخلة بالفستان الأبيض. لكن مع مرور الوقت القلق بدأ يتسلل لقلب الأم وإخوات العروسة. البنت الكبيرة اللي المفروض تبقى في وسط الزفة مش باينة. في الأول افتكروا إن هي بتجهز نفسها أو متأخرة شوية من التوتر اللي أي عروسة بتحس بيه قبل الفرح، بس لما الموضوع طول والكل بدأ يسأل هي راحت فين، الأم جريت على أوضتها تدور عليها، والبنات كمان قلبوا البيت عليها، فتشوا في كل حتة بس مفيش أي أثر. الغريب إن كل حاجتها كانت في مكانها، الفستان، الشنطة، كل حاجة زي ما هي. الأم كانت متلخبطة ومش عارفة تعمل إيه، والضيوف بره بيسألوا وهي مش عارفة ترد عليهم. الفرح اللي كان المفروض يبقى أحلى يوم في حياتها بقى لغز، وكلهم بيسألوا هي فين العروسة. بعد ما العروسة اختفت والقلق سيطر على الكل، بدأ الكلام ينتشر بين الضيوف. عمام العروسة اللي اسمها مشيرة كانوا قاعدين ومستنيين يشوفوا بنت أخوهم في أحلى يوم في حياتها. لاحظوا إن في حاجة مش تمام، الوقت بيمر ومفيش أي إشارة للعروسة. واحد من العمام بص على التاني وقال له هو في إيه؟ البنت راحت فين؟ طولنا قوي كده. التاني رد الله أعلم، بس الموضوع غريب، يعني هي كانت فين من شوية؟ ابتدوا يسألوا الأم والبنات إيه يا جماعة مشيرة راحت فين؟ ما بنشوفهاش. الأم كانت متوترة ومش عارفة ترد، والبنات حاولوا يغطوا على الموقف وقالوا أكيد هي بتجهز نفسها وهتيجي دلوقتي. لكن القلق كان بيكبر في قلب العمام، وواحد فيهم قال لا، ده كده كتير، لازم ندور عليها، مفيش حاجة اسمها كده في يوم الفرح، البنت ما ينفعش تكون اختفت. وبدأت الحيرة تكبر وكل الناس بقت مستغربة، الأسئلة بتزيد، مشيرة فين هي؟ بعد ما القلق بقى واضح على وشوش الكل، العمام قرروا يقلبوا البيت كله يدوروا على مشيرة. الأم كانت في حالة صدمة مش قادرة تستوعب اللي بيحصل، والبنات الأصغر منها كانوا بيحاولوا يساعدوا في البحث، لكن ما كانش فيه أي أثر للعروسة. البيت اتقلب من فوق لتحت، فتشوا الأوض والحمام والسطح وحتى الجنينة الخلفية، لكن مفيش حاجة تدل على إن هي كانت هنا. كل حاجة كانت في مكانها، لكن هي نفسها اختفت وكأنها طارت من مكانها. الناس في الفرح بدأت تلاحظ إن في حاجة غلط، كلام بدأ ينتشر بسرعة بين الضيوف. العمام والجيران قرروا يخرجوا يدوروا على القرية أو في القرية كلها، راحوا يسألوا في كل بيت، يكلموا الجيران، يسألوا حد شاف مشيرة، لكن ولا حد شافها ولا حد سمع عنها أي حاجة. القرية كلها اتحركت تدور على العروسة، لدرجة إن هم مشوا في الشوارع والحقول حوالين القرية بس مفيش أي أثر ليها. الدنيا بقت زي اللغز والكل بقى متوتر ومش فاهم إيه اللي حصل، مشيرة راحت فين؟ ده السؤال اللي كان في ذهن كل واحد في القرية، لكن مفيش حد عنده إجابة
وبعد ما قلبوا البيت والقرية كلها والناس بدأت تحس إن الموضوع كبير ومش مجرد تأخير عادي، قرروا إن هم يبلغوا الشرطة. الأم كانت منهارة والعمام مش عارفين يعملوا إيه، فواحد منهم قال مش هينفع نستنى أكتر من كده، لازم نبلغ الشرطة. دي اختفت بقالها ساعات ومش عارفين عنها حاجة. راحوا على القسم وقدموا بلاغ باختفاء مشيرة. الضابط سمع التفاصيل كلها، كتب كل البلاغ، لكن بعد ما خلص قال ليهم بصوا احنا لازم نستنى على الأقل 48 ساعة على الأقل قبل ما نقدر نعتبرها مفقودة بشكل رسمي. ساعات بيحصل إن الشخص يرجع لوحده أو يظهر خلال الوقت ده. الكلام طبعا وقع على الأم والعمام زي الصدمة، لأنهم كانوا مستنيين الشرطة تتحرك على طول. الأم قالت للضابط يعني إيه بنت اختفت في ليلة أو في ليلة فرحها وإنتوا هتستنوا؟ الضابط حاول يهديها وقال أنا فاهم موقفك بس ده القانون، لو في أي جديد أو حد شاف حاجة بلغونا فورا. الوقت ده كان أصعب حاجة عليهم، لأنهم كانوا عارفين إن كل دقيقة بتعدي من غير ما يلاقوا مشيرة بتزيد الحيرة والخوف. مرت ال 48 ساعة كأنها كانت سنين على الأم وبناتها. البيت اللي كان مفروض يكون مليان فرحة وزغاريت اتحول لمكان مليان دموع وقلق. الأم كانت مش قادرة تنام ولا تاكل، كل دقيقة بتمر كانت بتفكر في بنتها، فين راحت، ايه اللي حصل ليها، ومين ممكن يكون ورا اختفائها. اخوات مشيرة كانوا قاعدين جنب أمهم مش عارفين يطمنوها ازاي، ودموعهم ما بتخلص. في الوقت ده القرية كلها بقت تتكلم عن اللي حصل. الموضوع كان غريب والكل بقى عنده تساؤلات، لكن للأسف بدل ما الناس تحاول تساعد بدأت الإشاعات تنتشر زي النار في الهشيم. ناس بتقول إن هي هربت مع حد غير محمود، وناس تانية بتقول إن هي كانت متفقة على الجواز من وراهم مع واحد تاني. في ناس حتى بدأت تتكلم إن هي ممكن تكون عملت حاجة عشان تهرب من الجوازة دي. كل واحد كان بيطلع قصة جديدة وبدون أي دليل. الأم كانت بتسمع الكلام ده من الجيران ومن اللي جايين يسألوا، وكان قلبها بيتقطع. معقول بنت تعمل كده؟ لكن ما كانش في ايدها غير الصبر والانتظار لحد ما يظهر أي خبر يريحها. الفضيحة كانت بتكبر ومحمود وعيلته كمان بدأوا يتكلموا ازاي العروسة تختفي في يوم الفرح. لما الشرطة بدأت تحقيقاتها بعد ال 48 ساعة، جم على البيت وبدأوا يسألوا كل واحد فيه. كانوا عايزين يعرفوا إذا كان في أي حاجة غير عادية حصلت قبل اختفاء مشيرة. الأم والبنات قالوا إن مفيش أي مشاكل واضحة وإن اليوم كان عادي جدا، كله تحضيرات للفرح ومفيش حاجة بتدل على إنها ممكن تهرب أو تختفي. حتى العمام أكدوا نفس الكلام وإن كل حاجة كانت ماشية تمام. لما وصل الدور على محمود الشرطة بدأت تسأله عن علاقته بمشيرة وهل حصل بينهم أي خلافات قبل الفرح. في البداية كان هادي وبيتكلم بثقة وبيأكد إن مفيش أي مشاكل بينه وبين مشيرة وإن كل حاجة كانت ماشية تمام. لكنه لما الشرطة بدأت تضغط عليه أكتر وتسأله عن تفاصيل دقيقة بان عليه الخوف، نظراته اتغيرت وإيده بدأت ترتجف شوية. الضابط لاحظ ده وسأله انت متأكد ان مفيش حاجة حصلت بينكم؟ في حاجة يمكن مخبيها؟ محمود حاول يهدي نفسه وقال لا لا مفيش حاجة زي ما بقول لحضرتك. لكن الخوف كان واضح في عينيه والقلق بان اكتر لما الشرطة سألت انت كنت فين بالظبط وقت اختفائها. محمود اتوتر أكتر وحاول يتهرب من الإجابة المباشرة. الضابط لاحظ التغيير في تصرفاته وقرر إن هو يكمل الضغط عليه أكتر وأكتر، وده خلى الشكوك تزيد حوالين إن في حاجة محمود مش بيقولها ومخبيها، وإنه ممكن يكون عارف أكتر من الحاجات اللي بيحاول يظهر. بعد ما محمود بان عليه الخوف والقلق الضابط قرر إن هو ياخد خطوة جريئة، يطلب منه انه يفتش موبايله. محمود في الاول اتردد، لكن مع اصرار الشرطة وبدون ما يكون عنده اي اختيار اضطر يسلم الموبايل. والضابط بدأ يفتش في الرسائل والمكالمات وهو مركز على اي حاجة ممكن تدلهم على سبب اختفاء مشيرة. بعد شوية من البحث لقي حاجة كانت بمثابة الصدمة للجميع، رسائل بين محمود وبنت تانية
واضحة إن هي كانت على علاقة بيه لفترة قبل الفرح. الرسائل كانت مليانة كلام حب ومقابلات سرية، والصدمة الأكبر كانت إن هما بيتكلموا عن مشيرة وكأنها عقبة لازم تتشال من حياتهم. واحدة من الرسائل اللي شافها الضابط كانت من البنت دي لمحمود، بتقول له: انت عارف ان مشيرة مش هتسعدك، احنا لازم ناخد خطوة قبل الفرح. وهنا الضابط فهم ان في مؤامرة او اتفاق حصل بين محمود والبنت دي، وانه كان بيخبي علاقة تانية في السر رغم انه كان على وشك يتجوز مشيرة. الكل اتصدم لما عرف الحقيقة دي. الأم كانت واقعة في الأرض من الصدمة، والعمام ما بقوش مصدقين إن محمود اللي كانوا فاكرينه شاب محترم بيعمل حاجة زي دي. هنا الشرطة أدركت إن في حاجة أكبر ورا اختفاء مشيرة، وإن الموضوع مش مجرد اختفاء عادي، بالعكس ممكن يكون وراه جريمة أو تخطيط للهروب. الضابط قرر ياخد محمود للتحقيق بشكل أعمق عشان يفهم إيه اللي حصل بينه وبين مشيرة، وإيه دور البنت التانية في الموضوع، وهل ده ليه علاقة باختفاء العروسة في ليلة فرحها. ولما الضابط قرر يعمل تحريات أوسع عن الرقم اللي كان بيتواصل مع محمود في الرسائل، كانت المفاجأة الرقم ده مش كان رقم بنت غريبة زي ما الكل كان فاكر، بالعكس طلع رقم فوزية أخت مشيرة اللي أصغر منها مباشرة. الصدمة كانت مضاعفة، والكل مبقاش مصدق إن اللي كان بيتكلم مع محمود في السر هي أخت العروسة نفسها. الضابط مبقاش مصدق اللي شافه، بدأ يفكر ازاي فوزية اللي المفروض تبقى جنب اختها في ليلة فرحها تكون هي اللي بتبعت الرسائل دي. وبعد ما اتأكدوا ان الرقم ده بتاع فوزية فعلا، التحقيقات خدت منحنى تاني خالص. الشرطة استدعت فوزية للتحقيق، وكانت متوترة بشكل واضح. في الأول أنكرت إن هي كانت على علاقة بمحمود، لكن مع الضغط واللي الضابط عرضه من رسائل بينه وبينها انهارت واعترفت بالحقيقة. فوزية كانت بتحب محمود من زمان، لكن لما محمود خطب مشيرة حست بالغيرة الشديدة، خاصة إن علاقتها بيه ما كانتش معروفة لحد. هي ومحمود كانوا على تواصل سري، وفضلت تحاول تقنعه إنه يسيب مشيرة ويكون معاها هي. محمود في البداية كان متردد، لكن واضح إن الضغط زاد عليه من فوزية لحد ما بدأ يفكر إنه يتخلص من الجوازة دي بأي طريقة. الكلام ده وقع على الأم والعمام زي الصعقة. الأم ما كانتش مصدقة إن بنتها فوزية تكون هي اللي ورا المصيبة دي، وإن الغيرة كانت هتدمر حياتهم بالشكل ده. التحقيقات دلوقتي بقت مش بس عن اختفاء مشيرة، لكن كمان عن الخيانة اللي حصلت في قلب العيلة نفسها، واللي ممكن تكون هي السبب في اللي حصل للعروسة. الكل دلوقتي كان مستني يعرف ايه الحقيقة الكاملة، ايه اللي حصل لمشيرة، وهل فوزية ومحمود ليهم يد في اختفائها. وبعد الضغط من الشرطة والتحقيقات المتواصلة، محمود وفوزية بدأوا يتكلموا مع بعض، وبدأت الحقيقة تتكشف بشكل مفجع. الكلام بينهم كان متردد، لكن بمجرد ما بدأت الأسئلة تتزايد انكشف كل حاجة. محمود قال لفوزية: لما مشيرة اكتشفت إننا كنا بنكلم بعض، أنا حسيت إن كل حاجة هتنهار. كنت قلقان عليها وعلى العيلة، لكن أنت عارفة مش قادرة أسيبها تتدخل فيها. فوزية كانت متوترة، لكنها أكدت على نفس الكلام: ما كانش عندنا حل تاني. لو مشيرة كانت هتكلم حد كنا هنتعرض للفضيحة، وكان لازم نتخلص منها. هنا محمود شرح بالتفصيل ازاي كانوا عايشين في حالة من الرعب والخوف من انكشاف علاقتهم، وفي لحظة يأس قرروا ان هم يعملوا اللي ما يفكرش فيه حد. قال: لما كلمتنا مشيرة وكتبت لينا ان هي عارفة كل حاجة، كنت في حالة هلع. فكرنا نهددها، لكن لما شفتها اتخانقت معايا، حسيت ان مفيش مفر، كان لازم نخلص منه. وفجأة اعترفوا بحقيقة مروعة: بعد ما اتخانقنا شدتها ووقعت وهي ضربت راسها على الأرض. معرفناش نعمل ايه، وبدل ما نبلغ الشرطة قررنا ندفنها في حوش البيت الخلفي. الصدمة كانت كبيرة، والشرطة لما سمعت الكلام ده قررت إن هي لازم يتوجهوا على الفور لحوش البيت. لما وصلوا بدأوا يفتشوا المكان، وأخدوا محمود وفوزية معاهم. ومع كل لحظة كانت الشكوك بتزيد، وصوت القلوب كان
كأنها بتتسابق مع الوقت. لما بدأوا الحفر وجدوا مكان مدفون فيه جثة مشيرة، الأم والإخوات كانوا في حالة صدمة، مش قادرين يستوعبوا إن هم كانوا ضحية للخيانة والعنف من أقرب الناس ليهم. الضابط هنا وقف التحقيقات وتم القبض على محمود فوزية، وبكده انكشفت أكبر فضيحة في القرية، وكل الناس بقت متصدمة من إن اللي حصل. بعد كده اتحولوا للتحقيق، ومحمود وأخت مشيرة الصغيرة فوزية اتحكم عليهم بالإعدام. ودي كانت نهاية قصتنا، بس القصص لسه ما خلصتش. وأشوفكم على خير، وكان معاكم في أمان.